المقامة في كوت ديفوار فترة من 13 يناير حتى مباراة النهائية إن شاء الله يوم 11 فبراير. مباراة في إطار المجموعة الثانية ضمن لقاءات الجولة الثالثة. رأس الأخضر متصدرة المجموعة برصيد 6 نقاط وضمان الترشح مع كل من منتخب السنغال ومنتخب غينيا الاستوائية ومنتخب نيجيريا. بالفعل حسمت غينيا الاستوائية ونيجيريا منذ قليل التأهل والترشح، وطبعا السنغال متأهلة سلفا بعد ما وصلت إلى 6 نقاط. هنا في هذه المجموعة رأس الأخضر 6 نقاط، فوز في لقاءين على غانا وموزمبيق أمام منتخب مصر ثاني هذه المجموعة برصيد نقطتين، تعادل أمام كل من موزمبيق وغانا بهدفين لكل فريق. بيدرو ليتو بريتو المدرب الموجود مع المنتخب رأس الأخضر، بيدرو باوبيستا. حمدي فتحي 5، احمد مصطفى زيزو رقم في لقاء اليوم بتشكيله. نشوف اولا هجمه مصطفى بحكم 18، براين مينديس 20، وجاري رودريج مكان النجم محمد صلاح. حكم مباراة باتريس تونجاي من الجابون حكما رابعا. ومباراة موزمبيق صلح كرة حلوة قوي مرموش التصليحة القصيرة في وسط الملعب عن طريق اللاعب باتريك اندرادي. كرات الأمامية يحاول يعدي أمامنا هنا لاعب بنفيكا جوتش بيلعب في تركيا، أحد الأوراق الهجومية للمهاجم الخلاع محمد هاني. يظبط العرضية مصطفى وهجمة حلوة للمنتخب المصري أمامنا اهو، ضربة رأسية انطلاقة عدى حلوة قوي. زيزو راح في المساحة، سدد زيزو، تصل لحمدي فتحي تاريخيا امام منتخب الراس الاخضر. استلام من جانب امام، تنفيذه حلوه مبشره للمنتخب المصري، بدايه مبشره للمنتخب المصري. قوي الهجمه السريعه، هاني يعلق كره عاليه لمصطفى، استلام مره الكره لعمر مرموش، يسدد كره حلوه، المتابعه والفولو هي المره دي، لكن على طول ادي مصطفى محمد تلمس في عايز يسدد، زاويه صعبه قوي، فكر يسدد ولكن ترتطم. محمد هاني عدى حلوه قوي، ولكن المره دي تدخل، استلام حلو من هاني، يلعب كره على القائم الاول لكن داري مره ويفكر يسدد، وادي واحده لامام ولعب في النهائي كظهير ايمن واوقف منيه. امام ينتظر المسانده، مرموش حرك حلو قوي، يلعب وصفه. وكان لعب لقاءات نيجيريا وكوت ديفوار. دوارتي ادي واحده من الكرات الاهم في هذا الشوط، كره مرموش ارتدت، كره راجعه حاول ياخدها على لعبها ويلعبها بباطن قدمه، تقطع بالفتوح، خطيره الكره، انطلاقات امامنا الخطير، بقول امامنا 22 سنه، بقول لحضراتكم عنده 4 اهداف في الضغط والضغط العالي، ملعوبه حلوه قوي الكره. لكن رودريجيز برضه من خبرات جاري رودريجيز، تمريره بينيه يا ولد عندنا. حمدي فتحي تحرك من عمر مرموش، العرضيه المره دي بقى يظبط العرضيه، لكن حمدي فتحي يضغط، ادي بقى الكلام اللي بنقول عليه. دولة زيزو هاني، تحرك رائع، تسديده امامنا من فتوح، ترجع له مره ثانيه، لكن جمله حلوه وتحرك حلو قوي، ارتدت له الاولى ثم الثانيه. ركله مرمى احمد فتوح، هاني يلعبها حلوه قوي لزيزو، زيزو يفكر يسدد، المنتخب المصري بشكل باداء بترجمه انها تستغل. بص زيزو من زاويه صعبه قوي، حاول اعاده، ادي الاعاده، شوف ادي ارتقاء ارضيه وادي راسيه خطره جدا خطره جدا، يسجل جيلسون امامنا. تماريش امامنا الاخطاء الدفاعيه ما زالت متكرره في هذه الهجمه، وروي فيتوريا ليس راضيا عن هذه الكره، الاخطاء تتكرر ويسجل جيلسون تماريش امامنا لاعب بنفيكا هدف التقدم، وهو في متابعه وفي نظره من محمد صلاح في هذه اللقطه. 4 دقائق وقت بدل ضائع منتخب الرقم محمد هاني. مشكله في التغطيه العكسيه، لكن هنا الارتقاء زيزو يبحث عن الانطلاق، زيزو يمرر كوره لكن في حاول يضيع وقت، زيزو بيتدخل معاه لكن ما فيهاش حاجه. اخترق ويلي، خطره جدا الكوره، خطره ويلي خطير امامنا. بص الراجل ويلي، ايد تريزيجيه يا دوب الكوره جدا للتعديل، ادي الخطا الدفاعي، لكن المره دي تريزيجيه الحجازي، استلام على طول تريزيجيه، جول حجازي يصنع وتريزيجيه يسجل. محمود حسن تريزيجيه يسجل التعادل المصري، التعادل لمصر. هدف حلوه تريزيجيه، وادي تريزيجيه، تريزيجيه صعب التسديده، رايحه الكوره. عمر مرموش، زيزو يلعبها حلوه قوي، الركنيه اللي ينجح في الاختراق مصطفى مع كوستا، يلعب كره حلوه لتريزيجيه، عنده 6 نقاط، ادي اختراق عدى من عبد المنعم، فرصه خطيره على مستوى الدفاع في مباراه اليوم، لكن المره دي محمد حمدي لكن فتح له المجال، لعبها حلوه قوي، الفولو والمتابعه. ادي الكره الحلوه قوي من تريزيجيه، عاملها في البعيده لكن عامل الحاله
5 سدادات على المرمى. امامنا هنا، امامنا اللاعب، امامنا امام يلعب كره العرضيه. امام يا ولد عملها حلو قوي الهاني، اعمل العرضيه قويه على الارض يا راجل، عايزه النفخه بس، لكن مره ثانيه تدخل عنيف، فاول يا راجل. احنا تشيلسي ويوم 4 فبراير امام الارسنال. بص كره محمد هاني، عمر مرموش في الحائط البشري. الكره امامنا، بص الكره قويه قوي، الكره جت قويه قوي، ضربه راس من حجازي، والتمريره والتسديده بالشمال حلو من اللاعبين. بقى العب بتركيز، مهم قوي التركيز. امام عاشور، امام يلعبها حلوه قوي. زيزو، هل يروح زيزو وبيتطور جدا. ادي تدخل من حجازي، وادي زيزو دون ان تخرج مره ثانيه. هنا امامنا ويلي سيميدو يضغط امامنا، سيميدو يلعب في مولدوفيا مره ثانيه. التحرك المره دي من الجانب اللي دخل كبديل. لعب 9 مباريات على فكره. مونتيرو عايز يعدي خطوره الكرات، مونتيرو خطره جدا، خطيئه من الجهد وفيها كتير من العطاء للمنتخب. امام اظبط بقى العرضيه، امام، ولكن سهله امام، سهله. واحده من الحلول. بص هنا الترقب من مصطفى، ويطلع حارس المداري من هذه الكرات. هذا هو التوغل والتدخل المره دي، يعني سيميدو مهاري وسريع. سيميدو يا ساتر، لكن بنشعر عدى من محمد حمدي، ولكن المره دي استكملنا المشوار. ولكن هو في كل كان في مرمى السودان. مره ثانيه كره عرضيه المره دي، مروان، وادي لمسه حلوه قوي يا ولد، معموله حلوه المره دي العرضيه، بس وادي امامنا تريزيجيه، مصطفى تحت هذا الجانب الايسر عن طريق الملعوبه المره دي على طول. خطوره الكرات العاليه، راسيه خطره. عبد المنعم يطلع، كوستا تصل الى تيشيرا. ادي انطلاقه من امام، مر امام سدد امام، يا عند امام بالشمال بيسدد وباليمين، ولكن من ركنيه مصطفى تغير اللي مهمه جدا في مثل هذا. تسديده حلوه مصطفى مره ثانيه، كهربا ابدا. جهد اللي اتعمل جهد كبير. ادي حجازي، ادي الاستلام، ادي كهربا. بص فين كهربا، بص كهربا، الحاجات دي كهربا بقى بتضرب في ثالثه بالوقت بدل الضائع. اماميه مصطفى، استلم مصطفى، هي مصطفى، يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى. الله يا درش، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، والمنتخب المصري يستحق هذا الفوز والانتصار. وفي 2-2، لكن هناك في المباراه منتخب غانا ومنتخب، النتيجه صحيح 2-2، لكن هدف التعادل. بص الكره العرضيه تمتد، وادي البديل براين تشكال تشيرا، الرقابه الغائبه، يسدد في زاويه صعبه قوي. 2-2، لكن اقول لحضراتكم المنتخب المصري صعبه، حسابيا صعبه، لان منتخب غانا هيبقى عنده نقطتين. اذا مصر في